علياء كاميرون في مقابلة بينه وبين مذيع. المذيع سأله وقال له ايه رأيك في اللي بنتك بتعمله؟ قال والله اللي بتعمله ده اكبر غلط، وحذرتها كتير وقلت لها يا بنتي بلاش الفضايح دي، بلاش الناس تتكلم علينا، مش عشاني انا، علشان اخواتك حتى. لدرجة ان انا نزلت وبصت على رجليها، لكن هي ولا حياته اللي من تنادي. وقال كمان ان علياء طموحاتها كبيرة جدا ومش قد ما قدرتي ابدا، وكمان علياء نفسها في ايفون ان انا معرفش عنه حاجة اصلا، وده فوق ما قدرتي ان انا اجيب لها حاجة، وعيشتنا على قدنا، وبحب اكلها بالحلال ومليش في الشغل الحرام. وقلت لها ان الشغل ده نهايته واحدة وهو السجن. وكمان فضلت احذرها كتير وقلت لها يا بنتي بلاش اللي بتعمليه ده، مش هنخلص من كلام الناس. والغريبة ان المذيع لما سأله قال له هتعمل ايه بعد ما اتحبست؟ قال في 60 داهية، مش هعمل لها اي حاجة، يلا خليها تتعلم.